طيب، مصر من الدول المستورده للقمح على مستوى العالم. ده مين اللي قاله؟ مين اللي قال الكلام ده؟ الرئيس محمد مرسي. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. مصر ليست مستورده للقمح، يرجع على التاريخ. مصر هي اللي كانت بتصدر القمح للعالم. الحبوب القمح ديت مصر هي اللي كانت بتزرع القمح في مصر، بدليل ارجع بقى 20 سنه ورا. عادل المشير طنطاوي، المشير طنطاوي زرع الساحل الشمالي قمح، نزلت النطره. لما نزل المطر القمح طلع، ولما القمح طلع كان فيه محصول جيد جدا. وبعد كده تاني سنه، السنه اللي وراها على طول، قال لك لا ما نزرعش قمح نظرا لتعليمات السيد يوسف والي. يوسف والي كان وزير الزراعه. يوسف والي كان بيطبق استراتيجيه امريكيه القمح، لان القمح اصلا سلعه استراتيجيه. يعني اول دوله تاخد منك قمح امريكا. القمح في عصر الفراعنه كان فيه خير، كان فيه خير في الدوله القديمه. كان بيحصل ايه؟ المصري القديم اللي هو المصري الاول، المصريين الاوائل، لما كان بيحط ايديه في اي حاجه كان يطلع خير. يحط ايديه في الميه يطلع سمك. السمك بالنسبه له الخير. لذلك كلمه مصر، كلمه مصر دي من مصر. مصر ده شهر الفيضان، شهر النيل. الفيضان بالنسبه لمصر القديم يعني ايه؟ الفيضان بالنسبه لمصر القديم ده خير. يعني ده بالنسبه له زي شهر هطور، زي شهر مصراع. كلمة مصر يعني أرض بلاد الشمس المشرقة، كلمة مصر. لكن اللي بيحصل حاليا دلوقتي اختلفت الأوزان واختلفت التقاليد تماما. بدليل ارجع بقى للتاريخ شوية كده ورا. 4241 ده تاريخ لا ينسى. أول دولة في العالم واكتشفت الشعرة اليمنية ده مصر. مصر. الشعرة اليمنية يعني إيه؟ يعني الشمس ديت اللي هي السنة قسمتها المصريين إلى 365 يوم بسبب اكتشاف الشعرة اليمنية. وفي عندنا فترة في التاريخ اللي هي 1582. دي برضو الفترة دي فترة واقعة من التاريخ. 1582 في 10 أيام اتشالوا من التاريخ، اللي هي الناس نامت في 5 أكتوبر، صحيت لقت نفسها في 15 أكتوبر. الفترة دي كلها دي فترة منسية. ال10 أيام دول في التاريخ. ليه؟ لأن بسبب اكتشاف الشعرة اليمنية. مين اللي اكتشفها؟ العالم الفلكي المصري. ما بنقولش بقى اليوناني، ما بنقولش اللي هو الفرنسي، بنقول العالم الفلكي المصري اللي كتب العالم كله كتبت عنه. اسمه سيرجيريوس. سيرجيريوس، مش القمص سيرجيوس، اسمه سيرجيريوس. ده العالم الفلكي المصري اللي اكتشف ان السنة عبارة عن 365 يوم و6 ساعات. راح ضرب ال6 ساعات في 4 دقايق، طلع لنا 366 يوم اللي هي السنة الكبيسة. الفترة ال10 أيام دول متشالين من التاريخ. الناس نامت 5 أكتوبر، صحيت لقت نفسها 15 أكتوبر. إيه، كانوا في غيبوبة؟ لا مش في غيبوبة. دي فترة عشان انتقال الزمن، عشان بين ال 365 يوم وال 366 يوم. لذلك 29 فبراير بيحتفل العالم كله. حتى في مصر كان بتيجي مجاميع من كل العالم، فرنسا، بلجيكا، كل المتحدثين باللغة الفرنسية، كل ده كان بيجي مصر عشان يحتفل بالسنة الكبيسة وهذا العالم الفلكي اللي هو سيرجينيوس. ده مصر، هي دي مصر، هي دي مصر.